معاه حسان. حسان؟ نعم طبعا. روحوا خلنا هني. نورة، ما تقولي لي ليه متى بتسويه بنفسك كذي؟ لهالدرجة كنت تحبيه ولد الحداق يا بنت الشهبندر؟ رحمتك وعفوك يا مولاي. جاب ولا كلمة، أنت السبب. وأنا لي حساب وياك عسير بعدين، بس خل أخلص من اللي أنا فيه. وأنت ما تكلمين؟ ما تحكين؟ مو تربطت لسانك مثل ما حياتي ربطت قلبك؟ والله قهر. أنا اللي قاهرني شيء واحد بس، اللي قاهرني إن حبيبك الله أخذ عمره بسجن أم الجواهر ما ذبحته بديني هذيل الثنتين، لكن ما عليه أبرد كبدي في أخوه حمد باكر عقب ما يتجوزك. ماني متزوجته يا يبا، ماني متزوجته. تجوزينه غصبا عليك، وباكر مثل هالوقت تكونين لابسه نفلوف الزواج، سامعه؟ انا مسوي لك زواج ما يسويه حتى امبراطور الصين حق زواج بنته، وعقب ما ينتهي المزاد يا بنت الاكابر اصفي حسابي وياك. زينة الأفراح قامت تبين. نعم نعم، وعلى قصر الشهبندر وبحديقة سكن حسين. رشيد الدين بنفسه هو اللي يشرف على زينة سكن حسين. وتلقى الشهبندر بنفسه يشرف على زينة حديقة قصره. لا والله مبروك عليك يا حسين. نورة أميرة الحسن والجمال ياخذها حمد، ومنى ياخذها الأمير حسن، ولد رشيد الدين أمير البر والبحور السبعة. عرفت أنا ليش اخترت الليلة هذه بالذات لتنفيذ الخطة؟ اي نعم طال عمرك، علشان الكل منهم مشغول بافراحه. وتلقى حسين مشغول وفرحان بزواجه بعياله. اسمع، أبيك تروح عند بدر وتبات معاه بالكهف. حاضر عم يعقوب. تم عنده ليمن أذان المغرب، ليمن نشوفه رايح بيت حسين علشان نضمن تنفيذ الخطة في الوقت المحدد. أمرك يا عم يعقوب. يلا. ما بقى شيء على الثير، يلا نرحل. نرحل؟ ما مدانا نرتاح علشان نرحل. أنا ما أقدر أصبر، ودي أوصل بسرعة لبلدي. يا معود خلنا نرتاح شوي وبعدين خل الخيل ترتاح والبعارين علشان تقدر توصلنا. إيه، أنا ودي أوصل بسرعة، أتلهف على الوصول للديرة، ودي أغمض عيني وأفتحها وأشوف نفسي قدام باب قصرها وأترس عيوني من شوفتها. هذه من هي غانم؟ ها؟ أنا آسف، إحنا متفقين إني ما ناديك باسمك. على العموم هذه من هي حضرة الشهبندر صفي الدين؟ كم باقي من الوقت ونوصل للديرة؟ ما باقي شيء، بنوصل قبل ما يبدأ المزاد. أنا ما تهمني سالفة المزاد هذا. وليش ما تهمك؟ اسمع يا حضرة الشهبندر، أنت الثروة اللي تملكها ماكو أحد بهالدنيا يملك كثرها إلا شخص واحد اللي هو علاء الدين ولد الحاج فخر الدين، يعني بالعربي الفصيح
ماكو واحد في ديرتك يملك الثروة اللي تملكها، يعني أكيد المزاد بيرسي عليك. أنا ما تهمني هالسوالف. ليش ما تهمك؟ الجوهرة هذه يا حضرة الشاه بندر جوهرة ما لها مثيل. ايه لو تعرف سالفتها. أنا ما فكرت إني أملك هالجوهرة، ولا بي اليوم اللي أفكر فيه إني أملكها. اسمع يا حضرة الشاه بندر، احنا اتفقنا اني انا اكون واحد من ريايلك، يعني لازم تسمع نصيحتي علشان الخير اللي يحوشك هم يحوشنا منه طشار. الجوهرة هذه حظ طب من السماء على واحد في ديرتك، ليش تخلي تاجر واحد ثاني يستفيد منها؟ ليش ما تشتريها انت وتخليها في الديرة اللي طبت فيها؟ ومن هو اللي طب الحظ عليه؟ مو هذه السالفة اللي كنت بسولفها لك وانت عيت تسمعها. قول لي شو السالفة؟ هذا حداك فقير عايش على باب الله، وبيوم من الأيام طق الحظ بابه، ونزلت له الجوهرة هذه، الجوهرة اللي عمر أي عين ما شافت مثلها. حداك فقير؟ قول لي عن اسمه، يمكن أعرفه أو سمعت عنه. الحداق هذا يقولون عنه ان اسمه حسين بن عبد الله. حسين بن عبد الله؟ يا جماعة ما تقول ليش مقعدنا هني؟ يقولون صوال المزاد بينصبون الليلة. يعني ناطرين المزاد. اي عيل شو مقعدنا بعد؟ والله ما تقول لي ايش فايدة المزاد منا احنا عشان ننطرك؟ يمكن يحوشنا الراش ايش دراك؟ من اللي يبي يبيع الجوهرة ولا من اللي بتكون من نصيبه؟ اللي بيبيع الجوهرة واحد منا وفينا. كان منا وفينا، لكن الحين لا يبا صار شاه بندر. وبعدين يا جماعة هذه لعبة ما هي لعبتنا، لعبة تجار كبار. قوموا يا جماعة. الله يا سكينة، من يصدق ان هالزينة المنصوبة من قصر الشاه بندر الى قصرنا ومارة بحديقتنا علشان زواج عيالنا يا سكينة. انا حاكي يعني حاشا احاكي لوح انا. حلوبك قومي تلحلحي من مكانك وطلي من الدريشه شوي، شوفي هالزينه اللي واصل سفرها للسماء. قوم استهانسي مثل ما انا مستانس. انا ما استانس يا حسين الا لما اشوف ولدي غانم قدامي هني. ذبحتينا ويا ولدك غانم، يعني ولدك غانم مو ولدي انا، مو شعرة قلبي مو شعرة يوفي، حصبات وحصبات. يبا الشابندر اليوم الصبح بنفسه جايك هني وقايل لك انه طرش حراسه يجيبون ولدك، كلها يومين 3 ايام ولدك يوصل. الشابندر يضحك على عقولنا يا حسين. نضحك على عقولنا؟ والله انت اللي ما عندك عقل، افتكر انت عجزتي وخرفتي. اي نعم، احلفوك انت عيالك بيتزوجون عيال ناس اكابر، والجوهره بعد ساعات بيصير المزاد العلني عليها، وولدك غانم بيوصل معزز مكرم موكب حراس الشاه بندار، وبيجينا وبيشوفنا شلون غرقانين ليه مهنيه بالعز والغنى والفلوس. لكن انت بنت فقر، والله ما تفيد فيك هالفلوس وهالجوهره هذه. انت لو تخلين هم هالفقر هذا اللي راكب راسك. يما ايش رايك؟ الله 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 اكبر، ما شاء الله. ايه عشان ما اظلك عيني عليك بارده. شفتي عروستنا؟ شفتي الجمال؟ شفتي المال؟ شفتي الدلال؟ شفتي الغنى؟ شفتي الفلوس؟ شفتي الابهه؟ يعني بأعجب حسن؟ أعجب حبيبي ونور عيني؟ بدر، حس عندك خبر عن ولدي غانم؟
اكيد منى عرفت اني جاي، وعلشان كذي لبست نفنوف الزواج. يعني اللعنه ارتفعت بروحها. والله ما تقول لي انت شنو اللي جايبك؟ يعني هذا الشموم ما له لزوم الحين. وين رايح؟ رايح حق زوجتي. زوجتك؟ حدك عاد اوقف عندك؟ ليش يا عمي حسين؟ المهر لما الحين محتفظ فيه، ما صرفت منه ولا فلس. والله انت ما تقول لي شلون دشيت، منين نطيت، منين جيت، شلون دشيت من هالحراس اللي واقفين على الباب. والهان على منى وايد يا عمي. خليني اروح اشوفها. اكوى يا عمي، خليني اروح لها. واللي يخليك يا عمي، شوف يا عمي، شوف منى لابسه لباس الزواج لي. يا وليدي الزواج قسمه ونصيب، ولا تزعل. لا اسهل يا عمتي، علشان بتزوج. حياتي، روحي منى. منى يا وليدي بتتزوج الليله. عيل من رخصتكم. خل ادش الحمام، اسبح واتهندم علشان اصير معرس يلوق لها. منى بتتزوج حسن ولد امير تجار البر والبحور السبعه. حسن ولد امير تجار البر والبحور السبعه. صحيح يا عمتي، صحيح يا عمي، صحيح هذا الكلام، صحيح يا منى. لا يا منى، لا، انت لي. انت لي يعني فرحها من غيري مو لي. انت لي يا منى، انت لي. لا يمكن تروح لغيري يا منى. سامع؟ انت لي، انت لغيري، انت لغيري يا منى. هذا كني أعرفه. هذا يعقوب بن العليل. يعقوب بن العليل؟ شنت يا ولد؟ شو مقعدك هني؟ وانتوا ايش تبون؟ ايش تبون فيني؟ طالع لي زين يا ابن العليل. عرفتني؟ وانا فاضي علشان اتذكرك ولا اتذكر غيرك؟ انا ماني فاضي، انا مشغول. ليش؟ هذه خطة ثانية قاعد تسويها؟ احنا كنا 4 اصدقاء عمرنا ما تفرقنا. انت اللي فرقتنا في ام الجواهر، خليتهم يدشون السجن اللي اذا دش واحد ما يطلع منه الا حق القبر. حتى انا بسبتك يا ابن العليل دخلتني السجن. انت يا شاه بندر صفي الدين؟ لا، انا غانم ولد حسين يا ابن العليل. هلا غانم، قوة، الحمد لله على سلامتكم. يا هلا مرحبا، يا هلا قوة غانم، شلونك؟ هلا. انا من زمان حكمت عليك بالموت. ليش؟ علشان اخلص الناس منك ومن شرك. لا حكمت عليك بالموت. لا معود، دخيلك انا دخيل الله دخيلكم. لا يا معود، لا انا بقتلك. مالك حق. اي والله مالك حق. قول انا مالي حق، قول ارحم والديك انه مالك حق. اي والله مالك حق، انت مثل ما قال لك.
انا ماني قاتلك بس، انا بعدمك. ليش؟ سبب مئات الابرياء اللي قتلتهم. لا معود، لا قول له انه ما له حق، ما لك حق مثل ما قال لك. يا ما لك حق. زين يا شهبندر، خلنا نروح نشوف شغلنا، ولنا حديث آخر. خلاص يا جماعة، خلاص تطمنوا، البنت وصارت مثل الخاتم بيد ولدي حسن. زين؟ هلو. اي نعم. وقالت له إذا حست إن أبوها ما قدر يضمن الجوهرة فهي راح تتصرف. يعني ضحكوا ببطونكم. يلا يبا يلا يوسف موسى يلا يبا العرس يلا موسى يبا البس يلا يبا رشيد الدين. خير يبا يا حج رشيد الدين. نعم يبا نعم. ولدك حسن يا حج رشيد الدين. ايش فيه يبا ولدي؟ واحد من ابناء البلد اغتله. شلون؟ واحد من ابناء البلد اغتله؟ بدر قتل حياتي يا ايوب، بدر قتل حياتي. نور عيني انطفى يا ايوب، نور عيني انطفى. ليلة ترزق يا حبيبي، ليلة ترزق، وانا اشوفك وانا القاك يا بعد.
بنيتي يا بنيتي، تعوذي من الشيطان يا بنيتي، واذكري الله، اذكري الله يا ابوك. يبقى حسن بيي ولا مو وياي؟ حسن متى بيي؟ السينة موجودة على حاله، يعني بيتم الزواج، بيتم الزواج، بيتم الزواج، زواجي وزواجك يا حسن، زواجي وزواجك يا بعد عمري. حسن حسن يا ابوك يا ابوك، اهدي شوي وصلي على النبي يا بنت الحلال. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا بنيتي. شفتوا شلون؟ ذهبت مرارتي وانا اقول لكم، ذهبت مرارتي وانا اقول لكم، لكن ما سمعتوا كلامي. هذا اللي صار، والله يعينكم على اللي بيصير، صدقتوني يا الحين. سكتوا. حسن وصل، حسن وصل، حسن وصل. عدلي شعري يما، عدلي شعري، زوجي وصل، زوجي وصل. بسم الله عليك، بسم الله عليك. البنت ينت، البنت ينت. يا ابوك يا ابوك، اذكري الله والعني الشيطان، والجوهره للحين معاي يا ابوك، والليله بتنباع، وان شاء الله 60,000 واحد. اي حسن، 60,000 واحد اشكل واحسن من حسن يتمنى دوسه تريدك يا ابوك. استهدي شوي. لا تخيلي حيلك يا بدر. يا ابوك يا ابوك سمي بالرحمن، يا ابوك سمي بالرحمن. وها هذه الجوهره مثل ما اقول لك ليحن معاي، والليله بتنباع. هذه الجوهره يا ابوك. ها شفتيها يا ابوك؟ ما اقص عليك انا. هذه الجوهره يا ابوك، شوفي. شفتيها؟ شفتيها؟ الجوهرة، الجوهرة، جوهرة حياتي، جوهرة حبيبي، هي السبب في كل اللي صار، هي اللي فقدتني حبيبي، هي اللي فقدتني حبيبي. أنا بيها الحين جاهزة للزواج، سامعة؟ حرام عليك يا حضرة الشاه بندر. بس ولا كلمة، لك مهلة قليلة وابي أشوفها لابسة ملابس الزواج. علي رقبتي إن ما جهزت لا أحطك أنت وياها وأحرقكم بالتنور، سامعة؟ ما عندنا وقت، يلا. لازم تلبسين هدوم الزواج الحين، إذا مو علشان حياتك، علشان حياتي أنا. حياتي انتهت يا ريحانة من بعد ما سمعت خبر موت غانم. الحياة ما لها أي طعم عندي الحين، ما لها أي طعم عندي، لأني عايشة بدون قلب، بدون قلب، بدون قلب. لكن عشان خاطرك يا ريحانة، عشان خاطرك بلبس اللي تبين واسوي اللي تبين. الله، الواحد ما يدري شو يخفي له القدر. والله العظيم شيء يطير العقل. الأميرة بتعيش معاي ببيت واحد، بغرفة واحدة، بفراش واحد. والله العظيم شيء يطير العقل، شيء يطير العقل. وين حضرة الشاه بندر؟ حضرة الشاه بندر، الملا وصل القصر عشان نكتب الكتاب. في شيء يا حسان؟ في خبر مهم أحب أقوله لك طال عمرك. باكر رشيد الدين ننتهي منه، يعني ما يبقى بالساحة غيري أنا وابن العلي. مثل ما قلت لك يا حضرة الشاه بندر، وابصم لك بدين الثنتين إن الجوهرة ما راح أحد يملكها غيرك. الجوهرة أنا ضامنها هني بجيبي. حسن الليلة هذه لازم ينقتل. حسن انقتل يا حضرة الشاه بندر. هذا شيء عظيم، شيء عظيم هذا. يعني لا يزال القدر صفي، بس لازم أقوم بواجب العزاء.
لازم مهما كان رشيد الدين تاجر وله مكانته، وفي يوم من الأيام كان أعز أصحابي. عقب ما ينتهي المزاد قابلني لما تكون الجوهرة هني لاصقة بقلبي، بس الواجب إني أقوم في واجب العزاء، وذكرني أروح أعزيه. جوهرتي 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 بنتي الجوهرة جوهرتي يا حضرة شاه بندر جوهرتي فيها الجوهرة ايش فيها؟ تكلم. بنتي منى. لا مي بنتي منى، مي بنتي منى اخذتها وقفت يا حضرة شاه بندر. اخذتها وقفت؟ وين راحت؟ تكلم قول لي. عاد انا ادري وين راحت يا حضرة شاه بندر. انا دورت البلد انا ويا امها، دورت لطاعة ريولنا ما لقينا لها زر يا جماعة. وش حقه تخليها تروح؟ وش حقه؟ انت ما تدري ان الجوهرة بتصير ملكي؟ انا اللي بملكها. الزواج يا حضرة شاه بندر، الزواج. هذه شنو؟ هذه انسيه ولا ينيه؟ شنت يا بنيه؟ واغرى طريقي بالعوض الله منكم. منى انا غانم، ما عرفتيني؟ احنا مو متفقين انك تخش اسمك حتى عن اهلك. منى انا اخوك غانم. منى قولي لي شو اللي حصل؟ هذه الجوهرة لازم نذبح بالبحر، لا يا منى، لا يا منى، لا، هذه مي ملكك علشان تتصرفين فيها بروحك. هذه ملك حبيبي حسن، لازم نذبح بالبحر، لازم تروح مثل ما راح، لازم تروح. لا يا منى، هذا خير عم البلد، مثل المطر يعم البلد كلها. هذا الخير، لازم الجوهرة هذه ملك كل البلد. لا يا منى. الحمد لله نامت. يلا نروح، ترى اذا تاخرنا ما نلحق على المزاد. لا، لازم نروح القصر الشاه بندر. يا حضرة الشاه بندر، الله يهديك، مي معقولة بنية بروحها بتجيب هالخرايب؟ من انتم؟ وش عندكم هني؟ هذا الحاج صفي الدين يا حضرة الشاه بندر. وش اللي جايبكم هني؟ وش اللي مقعدكم؟ لقينا بيت خرابة، طقينا الباب ما حد رد علينا، قلنا ندش نستريح فيه شوي. زين من فضلكم ما شفتوا بنية صغيرة لابسة ملابس عروس؟ انبلى، نايمة داخل بالغرفة. والجوهرة؟ جوهرتي انت اللي سرقت الجوهرة، انت اللي لهفت الجوهرة، انت اللي حساب. نعم طرفه. لا وخري يا بنت الحلال، وخري يا مرة، وخري تينيتي. جوهرتي يا مرة، هذا اللي سرق الجوهرة، هذا اللي باقي الجوهرة. أنا معاي الجوهرة. شفت شلون؟ يلا عاد طلعها يا حرامي الحين بالطيب، لا يكون اطلعها منك بالغصب. هات الجوهرة. للمزاد أعطيكم الجوهرة. انت قريب عني. أنا بدفع فيها كل ما أملكه. واللي يملكها الشاه بندر ماكو واحد يملك في الدنيا كثرة، لا من ذهب ولا جواهر ولا لولو.
الجوهرة هذه ملكي أنا، ما حد له حق فيها. أنا زوجت ولده حمد الأميرة بنتي. شلون؟ حمد تزوج نورة حبيبتي؟ حبيبي حسستني يا ابوي. الحمد لله على الحجرات. الجوهرة هذه الحظ جابها لابوي، وابوي منكم وفيكم، وانتو منا وفينا. وما دام الحظ وصلنا لما بيتنا لازم يعم الديرة كلها. حنا حظنا واحد يا جماعة، لكن ابوي ضاعت عليه وما عرف يتصرف. الجوهرة هذه ملك للبلد كلها يا جماعة.